السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كي ديروا تحسبوا أيام التبويض. كاين الناس اللي بغات مثلا تولد، وكاين الناس اللي مثلا اللي مبغاش يولد. إذا الحل سهل. فالنساء الدورة الشهرية ديالهم كتختلف من مرأة إلى مرأة. كاين المرأة اللي عندها الدورة الشهرية فيها 28 يوم، كاين المرأة اللي عندها 30 يوم، كاين المرأة اللي عندها 32 يوم. إذن حنا نختارو مثلا المرأة اللي عندها الدورة الشهرية هي 28 يوم. إذن غادي نشدو ديك 28 يوم نقسموها على جوج، تعطينا 14. إذن اليوم 14 هو يوم الإباضة. إذن بالنسبة للناس اللي بغات ما تحملش مثلا، خصها دير بحساب أن البويضة كتعيش من 12 حتى ل 24 ساعة. إذن ملي كانت الإباضة 14، خصنا من 14 ل15 24 ساعة، ومن 15 ل16 ها هي هذه 24 ساعة، يعني من 14 ل15 24 ساعة. فهمت؟ إذن هذه هي مدة عيش البويضة. أما بالنسبة للحيوان المنوي فمدة العيش دياله هي 48 ساعة. إذن خص ما يكونش الجماع قبل 14 ب48 ساعة، اللي هي المدة ديال 5 أيام. وشكرا لكم على حسن المشاهدة.